في 3 مهارات لو مش موجودين في حياتك هتفضل تلف في نفس الدايرة. مش لازم تكون أذكى واحد، مش لازم تكون أغنى واحد، بس لازم يكون عندك المهارات دي. المهارة الأولى التواصل. التواصل هو جواز السفر لأي فرصة. ممكن تكون عبقري، لكن لو مش عارف توصل فكرتك عمرك ما هتلاقي حد يسمعك. يعني لو عندك حلم اتعلم الأول ازاي تشرحه ببساطة وتخلي اللي قدامك مؤمن بيه. وإيه كمان؟ المهارة التانية وهي إدارة الوقت. كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة، لكن ليه في ناس بتوصل بسرعة وناس بتفضل واقفة مكانها؟ السر مش في عدد الساعات، السر في ازاي بتدير وقت. ابدأ يومك بخطة حتى لو بسيطة. الأولويات هي اللي هتفرق بين النجاح والتشتت. وبعدين هقولك المهارة التالتة وهي حل المشكلات. الحياة عمرها ما هتكون سهلة، كل يوم هيجيلك تحديات صغيرة وكبيرة، لكن الفرق بين شخص ناجح وشخص عادي ان الناجح بيشوف في كل مشكلة فرصة للتطور. والسؤال اللي عايزك تسأله لنفسك دلوقتي، انهي مهارة ناقصاني وازاي ممكن ابدأ اطورها من النهاردة؟